هاتي بقى كده نص كوبايه من زيت التموين وحطيهم على نص كيلو من الدقيق. وعايزه اقول لك هنعمل النهارده وصفه عظمه. زي ما انت شايفه كده، هنجيب نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقه كبيره خميره فوريه، هنحط عليه معلقه كبيره سمسم، وكمان هنحط عليه معلقه صغيره كده من اللي هو المحلب المطحون او ريحه الكحك. وعندي هنا معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره كده من الكمون محمص او شمر او ينسون براحتك خالص، مش عايزه الخطوه دي شيليها خالص. عندي هنا كمان معلقه كده صغيره هرميه من البيكنج باودر، وعندي ربع معلقه صغيره من الملح. هنقلب كل المواد الجافه دي كويس قوي مع بعض. وعندي هنا نص كوبايه من زيت التموين عادي جدا. عايزه اقولك مش هنستخدم زيت غالي ولا اي حاجه، هتجيبي كده واي نوع زيت على فكره ينفع عندك طبعا، بس انا بقول يعني ايه باقل حاجه تقدري تعملي الوصفه بتاعتنا. هنبدا بقى هنا نفرك كده كويس قوي الدقيق مع الزيت لحد لما نحس كده بقى عامل معانا زي حبيبات الرمل، وغلفنا الدقيق كويس قوي بالزيت. تمام. هبدا هنا عندي كوبايه من الميه كده مبدئيا، هننزل فيها بميه الحنفيه عادي، الجو حر والخميره بتخمر معانا بسرعه. هبدأ زي ما انت شايفة كده العجينة خدت مني كوباية وربع من المية، ممكن لو دي بيشرب معاكي سوائل ياخد منك معلقتين مية كمان. تمام. هنعجن العجينة كويس قوي بتاعتنا، واحنا في اثناء ما بنعجن بقى هنجيب هنا معلقة كبيرة كده من السمن البلدي لو عندك، او سمنة عادي، اي نوع زبدة اي نوع سمنة مفيش مشكلة، بس هنا بتدي بقى العجينة بتاعتنا طراوة، وبتديها كده بتخليها ناعمة معانا وجميلة، وبتدي طعم حلو قوي قوي للوصفة بتاعتنا وريحه حلوه كمان. هبدا هنا خلاص عجننا العجينه كويس قوي، هنبدا بقى نسيبها هنا بقى ونغطيها تختمر مش اقل من نص ساعه. بعد كده هنبدا هنا بعد ما اختمرت معانا هبدا اخد بقى كده اول حاجه حوالي كده ربع العجينه في ايدي زي ما انت شايفه، هبدا بقى اخد قطعه قطعه منها، وهبدا ان انا افردها كده على شكل اسطواني او شكل مستطيل زي ما انت شايفه كده. تمام. المهم في الاخر انا بوريكي هنا شكلين للتقطيع يا بنات. هنعمل النهارده اجمل والذ قراقيش تنفع معاكي للفطار والعشاء، حاجه كده خطيره بجد. هبدا هنا انا زي ما انتم شايفين هنا فردتها على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى اقطعها هنا صوابع حسب الحجم اللي انت عايزاها عريضه عايزاها رفيعه زي ما انت شايفه كده. انا هنا في الاول فردتها بالشكل ده، وهبدا بقى اسويها هنا. حسيت هنا ايدي خانتني شويه وانا بقطع، فما فيش مشكله في اول التقطيعه، ممكن عادي بتعيديها بعد كده، ايدك هتاخد على كده وهتظبطي الدنيا. اهو شايفه كده، بصي هو ده السمك اللي احنا عاوزينه، حوالي كده زي ما انتم شايفين نص سنتي بالشكل ده، علشان برضو في الفرن ترتفع معانا كده شويه وتبقى جميله كده وحلوه. وهتبداي كده تحطيها في صاج مدهون كده ماده دهنيه بالشكل ده، وهترصيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصي هنا بقى بتبداي بقى كده تجيبي قطعه قطعه، في برضو هنا الطريقه المعتاده اللي احنا كلنا متعودين عليها. هتجيبي كده قطعه عجين بصي بشكل عشوائي جدا، وبايدك اهو بتفردي وتبططي كده بايديكي عشان كل ده بيديكي توريق في الاخر. وبعد كده هتلفيها كده على شكل رول لعجينه جميله معاكي بقى، وبتلف بصي طريه جدا وزي الفل. وهتبداي تدوسي عليها كده ببطن ايدك وبالمردنه كده حسب بقى حجم القرقيش اللي انت عايزاها بالشكل ده كده. وده الطريقه المعتاده طبعا ان احنا واخدين عليها بالشكل ده. هتشيلي بس الحروف بتاعتها، وهتبداي هنا بقى ايه تقطعيها كده على شكل كده صوابع بالشكل ده. عايزه اقولك هي مش هتاخد منك وقت خالص بجد، العجينه تحفه في ايدي وجميله وريحتها اروع. وهتبداي ترصيها كده، وريتك طريقتين وانتي ادرى بقى بيها. وهتبداي تحطيهم كده وتبداي بقى تغطيها تختمر مش اقل من 10 دقايق كده قبل ما نخبزها في الفرن. هنغطيها ونسيبها بقى تختمر. ما شاء الله نص كيلو دقيق طلع معانا كل كميه القراقيش اللي انتوا شايفينها دي. بصوا دخلناها بقى الفرن على درجه حراره 200، خدت معانا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنطلعها من الفرن ونسيبها تبرد خالص، منغطيهاش طبعا لان دي قراقيش. عايزه اقول لك بقى هتاكلي اجمل والذ قراقيش جميله تحفه تحفه، وبنص كوبايه زيت من التموين عملنا اجمل قراقيش. جربيها هتنفعك جدا في الفطار والعشاء مع كوبايه شاي بلبن كده، والف هنا وشفا. ما تنسنيش يا قمر بلايك وشير للفيديو وكومنت حلو حتى لو بحرف، ومتابعه في الصفحه.